السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة دعونا نقارن بين أحداث وقعت حقيقية وروايات رعب خيالية، ونريد أن نعرف أيهما أكثر رعبا، هل الواقع أو الخيال؟ ودعونا نتحدث عن أحداث حقيقية وقعت بالقرن الرابع عشر وبعد 4 قرون في نهاية القرن الثامن عشر، وتحديدا في عام 1897 كتبت الرواية الخيالية. كتبها المؤلف الشهير الإيرلندي برام ستوكر بعنوان الذي لا يموت. ونحن الآن في القرن 21. دعونا نقارن أيهما أفضل، هل هي التي حدثت بالفعل بالقرن الرابع عشر أو الروايات الخيالية التي كتبت بعد 4 قرون في نهاية القرن الثامن عشر. ودعونا نبدأ من الرواية الخيالية التي كتبت في عام 1897 التي كتبها المؤلف الشهير الإيرلندي برام ستوكر بعنوان الذي لا يموت، وهي الرواية التي أثارت جدلا واسعا حينها بسبب بشاعة الدماء ووحشية القتل. والأبشع من هذا كله هي أساليب القتل التي تعجب منها الكثير من مقدار الكاتب على تصويرها، وكيف لمخيلته أن تصل إليها، إلى أنه صدم الجميع وأخبرهم أن الرواية المستوحاة هي من قصة حقيقية حصلت في القرن الرابع عشر، وبطل رواية الذي لا يموت هو دراكولا. هذه هي الرواية الخيالية، والآن دعونا نقارن أيهما أفضل، هل هي رواية الرعب الخيالية التي كتبت في نهاية القرن الثامن عشر وتحديدا في عام 1897، أو القصة الحقيقية التي حدثت في القرن الرابع عشر وتحديدا في شتاء عام 1431 عند ولادة فلاد الثالث في مقاطعة شيغاشور بإقليم ترينسلفانيا التابعة لمملكة المجر، وتتبع الآن دولة رومانيا الحالية، لوالده فلاد الثاني الملقب بدراكول. عاش فلاد الثالث خلال فترة حرجة من تاريخ أوروبا الشرقية، فبعد سقوط القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح أصبحت البلقان بأسرها ساحة مفتوحة أمام الجيوش العثمانية، وغدت مقاطعة ولاشية الرومانية عالقة ما بين مطرقة العثمانيين وسندان الهنغاريين، وكلاهما طامع بتهديد كيان وجود هذه الإمارة الصغيرة. وهناك تناحر مستمر بين أمراء ولاشية على العرش ومؤامرة النبلاء الذين استغلوا هذا التناحر لتعزيز نفوذهم ومصالحهم. اعتلى فلاد الثاني الشهير بدراكول والد فلاد الثالث الملقب بدراكولا، وظل حاكما عليها حتى تمت إزاحته من العرش من خلال مؤامرة تم ترتيبها بين خصومه في ولاكيا وملك المجر في ذلك الوقت فلادسلاف الثالث عام 1442. ومع ذلك عاد فلاد الثاني الملقب بدراكول لاعتلاء العرش الذي انتزعه من بين يديه باسراب الثاني وحلفائه من البويات، وذلك بمساعدة السلطان العثماني آنذاك مراد الثاني، بعدما اتفق معه على دفع الجزية للدولة العثمانية. فور عودته إلى عرش ولاكيا عام 1443 أرسل فلاد الثاني ولديه الشرعيين فلاد الثالث الملقب بدراكولا وأخيه رادو إلى بلاط السلطان العثماني كرهائن لدى السلطان مراد الثاني لإثبات ولائه للإمبراطورية العثمانية. وفي أعقاب وفاة فلاد الثاني الملقب بدراكول عاد ولده فلاد الثالث الملقب بدراكولا ليحل مكان أبيه على عرش ولاكيا بمساعدة العثمانيين، فيما بقى شقيقه رادو أسيرا للبلاط السلطان العثماني الذي اندمج مع الحياة التركية وأعلن إسلامه وأصبح جنديا في جيش الخليفة العثماني. وخلال تلك الفترة التي قضاها فلاد الثالث الملقب بدراكولا في درنا عاصمة الدولة العثمانية، تمكن الأمير الشاب من دراسة علوم المنطق والقرآن والأدب، وكذلك تعلم اللغة التركية العثمانية. وخلال السنوات الأخيرة التي قضاها في البلاط السلطاني تدرب على الفروسية وفنون الحرب، ولكن كان يتعرض للضرب والتعنيف من قبل الأتراك بسبب شخصيته الجريئة. ولم تدم فترة حكم فلاد الثالث الملقب بدراكولا طويلا، حيث عاودوا نبلاء ترانسلفانيا والملقبون بالبويا وأيوان دي هندوا وصي عرش المجر غزوا ولاكيا مرة أخرى ليعودوا أحد حلفائهم لعرش البلاد مجددا بعد أن أطاحت به الجيوش العثمانية سابقا. وبعد إقصاء فلاد الثالث من الحكم لم يرغب في طلب المساعدة من الدولة العثمانية مرة أخرى، خاصة بعد اعتلاء العرش السلطان محمد الثاني، نظرا للخصومية والكراهية بين الاثنين منذ أن تربيا سويا في البلاط السلطاني. وعليه فر هاربا إلى مولدافيا وعاش هناك فترة تحت حماية عمه بوغدان الثاني قبل أن يلقي عمه حتفه في 17 أكتوبر 1451، مما دفع فلاد الثالث للفرار مرة أخرى قاصدا المجر. وهناك التقى بإيوان دي هنديرا، والذي أعجب بدراية الأمير الشاب فلاد الثالث بالأحوال الداخلية للدولة العثمانية وخططهم للحرب العثمانية ولوجستياتها، علاوة على الكراهية المطلقة من جانب فلاد الثالث اتجاه الدولة العثمانية. بعد تولي العرش السلطان محمد الثاني استمر مكوث فلاد الثالث في المجر حتى بعد أن سقطت القسطنطينية على يد محمد الفاتح الملقب بالفاتح في 29 مايو 1453. بعدها تعاظم المد العثماني في تلك المنطقة عن طريق إمارة الكاربات، مهددا بر أوروبا الرئيسي بالكامل. وبعد 3 أعوام من غزو القسطنطينية حاولت الجيوش العثمانية إضعاف المملكة المجرية عن طريق محاصرة بلغراد عام 1456. وفي ذلك الوقت وجد أيوان دي نفسه مضطرا لمغادرة المجر وشن غارات مضادة في صربيا نجح من خلالها في رفع الحصار عن بلغراد. من جانبه استغل فلاد الثالث تلك الاضطرابات وعاد مرة أخرى إلى ولاكيا، وقاد عشيرته لاسترداد ملكه للمرة الثانية في 22 أغسطس
أغسطس 1456. فترة حكم فيلاد الثالث الملقب بدراكول كما أشرنا لم تتجاوز إجمالا 7 أعوام، وهي مدة قصيرة جدا بأعداد البشر الذي قتلهم، والذي ناهز عددهم 100,000 إنسان أغلبهم من الأتراك والبويار. ولقب فيلاد الثالث الملقب سابقا بدراكولا لقب بفيلاد الثالث المخزوق لاستخدامه الخازوق في القضاء على خصومه. ذكرت المصادر أن فيلاد الثالث المخزوق خزوق رهبانا مع حماره، كما خزوق 500 شخص من المنتسبين إلى الأسر العريقة، ويقال أنه استمتع عندما خزوق 600 تاجر أجنبي، كما أشعل نارا كبيرا ورمى بداخلها 400 طالب، وأجبر الأطفال على أكل لحم أمهاتهم التي قتلهن، وقطع ثدي بعض الأمهات وخيط محلها رؤوس أولادهن، كما جمع كل متسولين البلد وقدم لهم الأكل ثم قام بإحراقهم، وسلخ جلود أرجل الأسرى الأتراك ثم مسحها بالملح وجعل الأغنام تلحسها، وغير ذلك من الجرائم التي قتل من خلالها بين 20 و30 ألف إنسان فقط للاستمتاع. ولذلك أطلق المؤرخ دراسون بيك المعاصر للسلطان محمد الفاتح اسم حجاج الكفار، كما هاجم دراكولا المخزوق أو حجاج الكفار مدينة براشوف الرومانية معقل البويار للانتقام منهم، وأعدم قرابة 30 ألف من تجار المدينة وقادتها خزقا صبيحة يوم الاحتفال بعيد القديس براثولموس في 11 يونيو 1459 بعد اتهام لهم بالفساد والتآمر على ولاكيا. وبعدها خلد إلى الراحة وتناول الغداء وسط الجثث المعلقة على الخوازيق تاركا إياهم للتعفن، تحذيرا منه لكل من تسول له نفس الخروج عن طاعته. كما أغار على مدينة سيبيو بترانسلفانيا عام 1460 وأعدم 10,000 من أهلها. وفي عام 1460 أرسل السلطان محمد الفاتح رسالة إلى دراكولا يطالبه بدفع الجزية المتأخرة عليه والمقدرة ب10,000 دولار، علاوة على تقديم ولاكية ل500 شخص من أبنائها للعمل في الجيش العثماني. رفض فيلاد المخزوق شروط السلطان العثماني لقناعته بأن قبول تلك الشروط واستمرار في دفع الجزية يعني قبوله ضمنيا بالوصايا العثمانية على ولاكيا، وأمر بتسمير عمائم الرسل العثمانيين على رؤوسهم بمسامير حديدية بعد أن رفضوا خلعها أمام حضرته احتراما وإجلالا له. كما أرسل فيلاد الثالث خطابا لسكسون ترانسلفانيا بتاريخ 10 سبتمبر 1460 محذرا إياه من غزو السلطان العثماني محمد الثاني للبلاد وطالبا منه العون خلال حربه ضد الجيوش العثمانية التي عبرت بالفعل نهر الدانوب، وبدأت في جمع الأفراد قسرا وإرسالهم لمعسكرات التدريب، وهو ما لم يراق لفيلاد الثالث الذي تحرك بجنده مهاجما القوات العثمانية وألقى القبض على العديد من أفرادها وأمر بإعدامهم خزقا. واستمرت المناوشات بين أمير ولاكيا والقوات العثمانية حتى عام 1461. أرسل السلطان جيشا عثمانيا بقيادة حمزة باشا للاقتصاص من فيلاد دراكولا وقتله، ولكن فيلاد الثالث المخزوق هزم الجيش العثماني ووضع جنودهم على الخوازيق، وأطول خازوق كان خازوق حمزة باشا نفسه. وأسفرت حملات فيلاد المخزوق بعدها على قتل ما يزيد 25 ألف تركي مسلم. وبعدها جهز السلطان العثماني محمد الفاتح جيشا عثمانيا جرارا قاده بنفسه للقضاء على دراكولا المخزوق واحتلال ولاشيا، ولكن هذه الحملة العسكرية لم تفض إلى شيء، فدراكولا الثالث كان خبيرا بأساليب القتال العثمانية، لم يأخذ معركة مباشرة مع السلطان بل لجأ إلى حرب العصابات، وخصوصا أسلوب الغارات الليلية وهي غارات القتل الرعب في قلوب الجنود العثمانيين. وازدادوا من رعبهم من تلك المناظر البشعة التي كان ينتظرهم على سفوح التلال المحيطة بأسوار مدينة دراغوشفت الرومانية، حيث انتصبت غابات كاملة من الخوازيق تكللت رؤوسها المدببة بجثث 20,000 إنسان غالبيتهم من الجنود العثمانيين. وبمساعدة السلطان العثماني محمد الفاتح تمكن رادو شقيق دراكولا من الإطاحة بأخيه وتنصيب نفسه أميرا على ولاشيا، في حين انتهى المطاف بدراكولا المخزوق سجينا في هنغاريا. وبعد وفاة رادو المفاجئة شقيق دراكولا المخزوق عام 1475 أعلن فيلاد المخزوق قيام دولته الثانية في تاريخ 26 نوفمبر 1476، وبدأ بتجميع قوات من الموالين له والاستعداد لغزو ولاكيا بدعم كرفينوس المجري، غير أن ملكه لم يدم طويلا بل دام أقل من شهر على ولاية ولاكيا بعد وفاته في معركة ضد العثمانيين بالقرب من بوخارست تم فيها فصل رأس فيلاد الثالث المخزوق عن جسده، حيث أرسل رأس المخزوق للسلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح الذي قام بعرض الرأس على خازوق خشبي في العاصمة العثمانية أدرنا، بينما قام جريم فيلاد الثالث بدفن ما تبقى من جثة خصمه دون أي مراسم جنائزية داخل الدير الذي أسسه فيلاد الثالث بنفسه عام 1461، وقد هدم هذا الدير وأعيد بناؤه من جديد في عام 1589. والجدير بالذكر أن قصة فيلاد الثالث الملقب بالمخزوق مرعب أكثر من الخيالية التي كتبها المؤلف الشهير الإيرلندي برام ستوكر عام 1897 لما فيها من سفك دماء وبشاعة أساليب القتل والتنكيل، وهي أثارت الكثير من الجدل حولها، وهي رواية خيالية مستوحاة من القصة الحقيقية لفيلاد الثالث الملقب بالمخزوق. وأنتم برأيكم أيهما أشنع، هل الحقيقية أم الخيالية؟ منتظر رأيكم بالتعليقات.